بالنسبه للجهه ديال درعا التفعيلات اللي كنهضروا عليها، فهي تتميز كما سمعنا وكما يعرف الجميع بعده موارد يعني اقتصاديه وبشريه وطبيعيه تؤهلها لان يعني تحتضن نفسها بنفسها اذا توفرت الشروط التي ذكرت قبل. خاصة وأننا نعرف أن أهم ثروة في أي بلد هي الثروة البشرية، الثروة البشرية التي تعتبر يعني المحور ديال أي تنمية. ودليل ذلك أن أعطونا الأساتذة الكرام في الطويلة مثال باليابان اللي عندها هي الثروة البشرية وصلت فين، وكاين عاود مثال مضاد أيضا أن كاين بلدان يعني دول غنية ولكن بما ان الطاقه البشريه ولا الشعوب ديالها يعني ميته فهي لا تزال تحسب مع الدول المتخلفه والاستهلاكيه فقط. بالنسبه لهذه الجهه اللي هي درعا التفعيلات، ناس مغاربه في مستوى عالي ملي كيزوروها وكيتعرفوا على الناس ديالها كيسميوها محميه بشريه، يعني سكان الجهه تعتبر محميه بشريه نظرا لاخلاقها الرفيعه، لتضحياتهم، لنضالهم، لصبرهم في اوقات يعني يحتاجهم الوطن، ولذلك لا يمكن يعني نستهين بها، ولكن الا كاين واحد الشرط ولا شروط مثلا كيتطلق علينا ولا كيطلق على الدول المتحده بصفه عامه ان الانسان الناجح كيعرف فضله حتى كيفشل، والدول اللي كيسموا على متقدمه هي اقتصاديه فقط. الانسان الفاشل عندهم كيساعدوه يعني حتى كينجح، والا كان فخصنا نركزوا دائما كما يركزوا دائما على اختيار النخب التي تسير لنا الوقت. شكرا.